من الرجال أو اشهر دي لما يعني ما تفكر في الموضوع. أول واحد ابن الماما، هذا اللي أي كلمة يقولك ماما حكت، ماما قال. طب خلص يا أختي، خلص يا حجة، خلص يا خالتي، روحي افطمي ابنك بعدين جيبي لنا إياه خلينا نتزوجه، افطميه. هذا الأول. الثاني مين هو؟ اللي دائما يشعرك انك انت ما انجزتي اشي. شو اللي عامليته وشو اللي عملتي؟ طب ما كل النسوان يطبخن، طب ما كل النسوان ينظفوا بيوتهم، طب ما كل البنات، ما كل النسوان يربوا اولادهم. هذا اللي مو عاجبه اشي ما ينفع، لانه هذا يستهلكك، يمص دمك تماما. والنوع الثالث من الرجال، هذا اللي لازم ما نقرب ولا نقرب منه ولا ابدا نفاتحه في الموضوع ولا تكملي معه اي علاقة. مين هو؟ احذروا. هو الشخص اللي لا يمكن يقدر يحل مشكلة بهدوء، يعني ما يتفهم، يعني ما عنده قدر يحكي لك شو المشكلة تعال نحلها مع بعض، ما يقدر. هذا اللي أي شيء لازم يتهمك، وأي شيء لازم يطلع الحق عليكي، وأي شيء لازم تطلعي غلطانة، حتى مرات هو غلطان يقدر يقلب الحق عليكي. انتبهي منهم هدول الثلاثة.